انا سميتي اميمه، في عمري 26 عام. خديت الباك ديالي وبغيت نكمل قرايتي. الام ديالي قالت لي لا انت غادي تزوجي. قالت لي واش شكون هذا بسلامه؟ قالت لي ولد جارتنا. خواتاتي ثلاثه كاملين تزوجوا، بقيت انا. ولكن حنا من واحد العائله اللي بسيطه، زعما ما عندناش باش نكملوا قرايتنا باش نمشيو بحال هكا شي مدينه ونكريو فيها ولا شي حاجه. لا، قالت لي الام ديالي صافي انا فكرت فيها بنجنت انا اللي هي عجوزتي. قالت لي انا غادي نصلح لك يعني الدار وغادي تسكني فيها، على علم هي ساكنه في السفلي. المهم ما كانش خصها شي صلاحات، كان بحال هكا عن من قبل ما نكملوا. الا كتعجبكم هاد القصص الواقعيه اللي فيها الصدمه والعبره، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ماشي السراجم وداكشي كان خصهم يتركبوا والتفينات، ولكن الدار ما فيها حتى شي حاجه من الناحيه ديال الاساس، ما كاين والو. ايوا قلت لها هو كيفاش الدار ما فيها حتى حاجه، ولدك ما موجدش زعما راسو، ما مأتت ما حتى شي حاجه، كيفاش هاد الزواج؟ قالت لي انتم غادي نتعاونوا وغادي ديك الساعه تأتتوها وتقادوها. قلت لها واخا انا نشوف. عجوزتي كتعرف واحد الدكتور. المهم هضرات معاه، قالت لي ودي راه مرات ولدي، يلا خطبناها وراه قاريه عندها الباك، ويعني راه كتعرف لهاد الشيء ديال الريسبسيون. قال لي واخا. المهم هضرات معاه، جات قالت لي غدا غادي نديك تشوفي الخدمه. المهم مشيت لقيت واحد البنت خدامه قبل مني. صافي هذيك البنت هي تزوجات وغادي غادي توقف على الخدمه، ما غاديش تبقى خدامه، انا غادي نخدم في بلاصتها. وراتني شنو ندير، قالت بحال هكا يعني تستقبلي، يعني في الاستقبال تستقبلي بحال هكا الناس وها شنو ديري ها شنو اللي ما ديريش. المهم وراتني الخدمه تقريبا واحد 3 ايام، وهي تعلمت كيفاش يعني نقيد الناس ويعني نستقبلهم ويكون الخدمه هكا مرتبه مزيانه. قلت لها واخا. بقيت خدامه. بقينا كنشريو الصوالح ديال الدار. يعني راجلي صافي خطبني، درت انا خطبه وضريب العقد، ولكن ما غاديش نديرو العرس. راجلي دبر على واحد الخدمه يعني خارج المدينه، غادي يبقى يجي كل نهايه الشهر، وانا بقيت في داري يعني مع عجوزتي. صندور السريع عرف راجلي مسافر. المهم بقيت كنتعطل في الخدمه، مره ساعه مره 2 سوايع، بعد المره كتوصل حتى ل4 ساعات يعني فوق الوقت ديالي. عجوزتي قالت لي مالك بنتي وليتي تعطلي؟ قلت لها ودي هاد الايام الخدمه كثيره وصافي. هي هذيك وليت كنجي معطله، ولكن زاد ليا في المصروف، يعني المصروف طلع تقريبا، وليت كنشد الدوبل على الخلاص اللي كنت كنشد في الاول. هذاك النهار تعطلت بزاف، ما بقى لي فين نمشي بوحدي. الدكتور قال لي ركبي نوصلك. راجلي جا من الخدمه وقلت غنجلس مع الام ديالو. تسنى حتى عيا وانا ما جيتش. هو يجي قال زعما نمشي نشوف مال هذه تعطلات، مع هكا غادي يركب الراجلي. شافني قال لي شنو هاد الشيء؟ قلت لها ودي راني تعطلت في الخدمه وهادي، ورا ما غاديش نقدر نجيب بوحدي للدار، ما في حتى شي حاجه، الدكتور بغى يوصلني. المهم راجلي دارها في راسو، ولكن زعما ما زادش في الهضره معايا. هي هذيك مشيت للدار، بان لي راجلي ما بقاش مكان، يعني بحال ولا رد بالو معايا. هكا داز تقريبا 4 ايام، رجع للخدمه ديالو. انا مازال في الخدمه ديالي عادي، وكل مره وليت كنجي معطله. الدكتور كيقول لي ركبي كيوصلني، وراجلي هاد المره على علم غادي يجلس 3 شهور في الخدمه ديالو، ما غاديش يجي. واحد النهار انا غادا في الطريق، بقات كتبان لي هكا الارض كتموج يعني الدوخه. منين رجعت عند الدكتور قلت ليه راه واحد الحاجه زعما الصراحه لا حتى في راسي بقات كتوقع ليا. قال لي مالكي شنو وقع لك؟ قلت ليه ودي راه كتجي لي الدوخه. قال لي ومالها فين كاين المشكل، ربما يكون عطاك الله. قلت لي زعما شنو كيفاش عطاني الله؟ قال لي تكوني حامله. قلت ليه اويلي على حامله، كيفاش انا حامله؟ قال لي علاش فيك المشكل، انت راكي مزوجه براجلك. قلت ليه ايه واخا مزوجه، ولكن راه انا يعني باقا مع عمري، زعما قلت ليه انا ما يمكنش نكون حامله. بغيتي عجوزتي وراجلي ما نعرف شنو يديروا فيا. قال لي علاش شنو بغيتي ندير لك؟ يا كيرزقك كتاخديه كنخلصك، يعني كل حاجه كتاخدي عليها الاجره ديالك. قلت ليه كيفاش؟ قال لي شوفي يعني هذاك شغلك، كوني حامله ولا ما تكونيش حامله انا دخلني، يلا سيري ديري خدمتك. بقيت كنفكر شنو غادي نقول لعجوزتي، شنو غادي نقول للراجلي، لحقاش انا واخا جالسه في داري يعني مازال ما كما كيقولوا ما درتش النهير ديالي. واخا ما غاديش ندير العرس، انا غندير النهار ديالي. هي هذيك راجلي ما عنده حتى شي دخله، فانا حامله مازال محافظه على راسي في داري. ايوا حافظت على راسي في داري وما حافظتش على راسي في الخدمه. كنت كنفكر خصني ضروري نشري الصوالح ديال الدار، خصني ضروري حتى انايا نأتت، خصني حتى انا يجيو الناس عندي ويلقاوني عندي كلشي في الكوزينه، خصني الصبانه، خصني اي حاجه كتلزم الدار خصني نشريها. ومالي على هاد الحاله، ومالي على هاد الزرج المرقع، انا يشري ولا يدبر راسو، اش دارني ندير هكا؟
بالنسبه الى تزوجت بشي واحد يعني ما في حالوش، مع الايام غادي يرزق الله، والانسان دائما يمشي في الطريق المستقيمه والحلال راه مزيان. ماشي الانسان يزرب باش يأتات ويشري الصوالح ديال الدار. انا مالي اش دخلني في هادشي كامل؟ انا واحد السيده، مادام الام ديالي زوجاتني وبغاتني ندير داري ووليداتي، انا كان لازم اما نقبل بداك الزواج ونجلس في الدار، ولا نخدم ونحافظ على راسي وتكون عندي قيمه، ماشي ندير بحال هكا. ملي شفت راسي انا يعني درتها. عندي واحد مرت عمي كتسكن في واحد المدينه، مشيت عندها وعاودت ليها كل شيء. وهاد مرت عمي عارفه بانني عندي الذهب، لحقاش الام ديالنا كدير لنا واحد النسبه ديال الذهب انا وخواتاتي كاملين. دارت لنا الام ديالنا هاد الشيء لحقاش كانت عندها واحد البلاد شحال هادي وباعتها. كتقول زعما بناتي ندير لهم الذهب باش منين يتزوجوا يعني يمشيو بذهبهم بقيمتهم. هي هاديك. انا الذهب كنت عارفه الام ديالي فين حاطاه، كانت حتى النهار اللي غادي ندير هكا النهير ديالي عاد كانت غادي تعطيه ليا، يعني تعطيه ليا تهديه ليا قدام الناس. انا مشيت، هي هذيك الام ديالي شافتني بان ليا هكاك مرون، قالت لي مالك يا بنتي؟ قلت لها لا حتى حاجه، انا كنقلب على شي صوالح عندي هنا وصافي. انا عارفه الذهب ديالي فين كاين، لحقاش خواتاتي تزوجوا كاملين داو الذهب ديالهم. انا الذهب ديالي كان باقي مع الذهب ديال الام ديالي. الصراحه خديت ذهبي، الام ديالي ما قصت ليها حتى شي حاجه من ذهب. مشيت عند مرت عمي قلت لها عتقيني ديري فيا هاد الخير، بغيت نمشي لبرا. صافي درت مع واحد السيده غادي تدينو لبرا، ويعني في اقرب وقت، وهذاك الشيء اللي غادي يتزاد يعني اللي غادي نولدو غادي نعطيه لديك السيده. وهذه هي الحكايه. حكايتنا هنا كتسالي. بالنسبه لاي بنت تزوجات يعني تشوف بان الحاجه اللي كتكون حلال تمشي في الطريق المزيانه، والانسان ما يديرش بحال هكا، ما يطمعش بزاف. حتى هذاك السيد الا بغى يحبسها من الخدمه ما كاين حتى مشكل، ما كاينش لاش باش بنادم يولي كيخدم بجوج حاجات، راه ماشي معقول. وحكايتنا هنا كتسالي. غرضنا من الحكايه البنات يفهموا وما يبقاوش يديروا الحاجه اللي ما هياش. وحتى النساء المتزوجات يعني دائما الانسان يمشي في الطريق المزيانه ويكون الحلال، ما يديرش واحد الحاجه اللي ماشي هي هذيك. تعطلتي خدي لك المركوب لراسك، ما يقولكش ركبي، ما تكونش القيمه ديالك سهله بزاف. وصافي حبابي، وصلنا لنهايه فيديو اليوم. كنتمنى من قلبي تكون القصه عجباتكم ووصلت لكم شي احساس زوين. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا ليه لايك باش توصل الرساله للناس كتر، وديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كتبوا لي في التعاليق شنو رايكم، واش سبق لكم دوزتوا من شي تجربه بحال هذه. كنبغيكم بزاف، ونشوفكم في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.